حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في احسن حال يا رب. فطرنا النهارده حاجه كده من العيار التقيل زي ما بيقولوا. قولولي فطرتوا ايه النهارده عشان ناخد افكار من بعض. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وقولولي بتتابعوني من اي بلد. معايا سيبيا، احنا بنقول عليها سيبيا وفي ناس كتيره بتقول عليها صبيط. قولولي بقى انتوا بتقولوا عليها ايه في الكومنتات. زي ما انتوا شايفين معايا الشراشيب والجناحات بتاعتها، طبعا هي مغسوله ومتنضفه كويس قوي. بحطها على النار على حبه ميه بسلقها وبخليها تنزل اي زفره فيها، تمام. وبكب الميه دي خالص وبستغنى عنها وباخدها شطفه كده تحت الحنفيه، وهنعمل بطاطس كمونيه بالسيبيا او الصبيط. تمام كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. حطيت في الحله زيت، ومعايا البصله يعني مش مقطعاه للاخر، لا يعني ايه، بديله خبطتين 3 كده، 4 خبطات كده زي ما انتوا شفتوا بالظبط، وببدا اشوحهم في الزيت. ومعايا بقى السيبيا او الصبيط بتاعي اللي احنا سلقناه في الاول، وحطيته كده على البصله والزيت، وحطيت فلفل اسود. قولولي عارفين الكمونيه ولا لا؟ من الاكلات الحلوه قوي اللي بتبقى حلوه قوي مع السيبيا. طبعا لو في جمبري ممكن تحطه. معايا بقى البطاطس بتاعتي مقطعها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. عملتها معاكم قبل كده، كانت من فتره يعني، وجابت مشاهدات حلوه يعني الحمد لله. فبشكركم من كل قلبي لكل الناس الجميله اللي بتشترك عندي في القناه. يا رب اكون بفيدكم كده لو بحاجه بسيطه في قناه المتواضعه. زي ما انتوا شايفين اخدت غلوتين او تشويحتين، وكنت عامله عصير طماطم، تمام. وزودتها بس حبه ميه عشان ما تبقاش تقيله معايا. وهحط لها بقى ملح، واساسها طبعا الكمون عشان هي اسمها كمونيه، وفلفل اسود، وطبعا جوز الطيب. انا عايزاكم تجربوها لو انتم مش عارفين الكمونيه. البطاطس الكمونيه دي لا خطيره يا جماعه. لو انتم بتحبوا السيبيا او الصبيط والبحريات عامه، جربوا جنبها البطاطس دي تحفه قوي. وحطيت شطه ممكن تستغنوا عنها، وهحط زعتر وروزماري. بصراحة الزعتر والروزماري مع البحريات بتبقى حلوة قوي، بتدي نكهة جميلة جدا. ممكن تحطوا ورق لوري لو انتوا حابين، بس انا يعني مش مستاهلة. عملتها معاكم في الصينية قبل كده برضو، رجعوا شوفوها، كانت من الحاجات الجميلة اللي عملتها معاكم. هنا بقى نسيت احط التومة، هي بتحط لها التومة نية، يعني معلقة تومة كده او نص معلقة، تمام كده حبايبي. واسيبها بقى تستوى وتتسبك مع نفسها. هنعمل بقى رز ابيض، ممكن تعملوا الرز بالشعرية اللي انتوا حابينه. عملت معاكم قبل كده اكلة بحرية، كانت اللي هو الكيس الحراري، كانت خطيرة يا جماعة، كانت خطيرة. وكانت كنت عاملة كمان معاها الرز ببهارات الكيجن، كانت فظيعة. جربوها وارجعوا تشوفوها، هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. هنا رز مصري عادي خالص، كل كوبايه رز على كوبايه ميه. حطيت الملح والماده الدهنيه. بحب اشوح الرز مع الزيت كده زي ما انتوا شايفين، وببدا احط الميه بتاعتي واسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب. لما يتشرب احطه على نار هاديه، لو في شياطه هيبقى تمام، واسيبه يتردد او يستوى معايا بقى السيبيا بتاعتي. قصقصناها او عملناها يعني قصقصناها كده بالطول، تمام. وهتبلها، حطيت تومة وكمون وملح وشطة. ما بنحطش فلفل اسود زيها زي السمك، بس بحط لها كاري. ممكن تحط لها زعتر وروزماري، بس انا يعني استكفيت بالبهارات بتاعتي. وهي كانت كده بصوا خطيره بقى، احلى من احلى مطعم ممكن تاكلوها في حياتكم. طبعا الليمون اساس السيبيا او الصبيط، بيحب الليمون جدا، بيعشق الليمون. هحط ليمون دلوقتي وهنقليها مع بعض. وانا عايزاكم تشموا الريحه يا جماعه، هي كانت نيه كده، كانت تحفه خطيره. التتبيله دي حلوه قوي، جربوها تعجبكم ان شاء الله. قولولي بتحبوا ايه في البحريات، لان انا بحب البحريات عامه يعني. من الاكلات الجميله اللي الواحد بياكل وبيشبع منها بصراحه. وفي ناس كتيره ما بتحبهاش، وفي ناس ما بتحبش السمك. فقولولي برضو في الكومنتات انتوا بتحبوا ايه اكتر. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبلتها، وعبال بقى ما حطيت الزيت بتاعي في المقلايه. بس خلي بالكم ان هي بتطرطش يا جماعه وبتفرقع، خلي بالكم. وحطوها على نار هاديه
تغطوها زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. بطنتها بالدقيق عادي زي ما احنا بنعمل السمك المقلي، تمام كده. ولما الزيت سخن معايا زي ما انتوا شايفين بدأت احطها، بس زي ما بقول لكم هدوا النار، ما تخلوهاش عالية قوي، واهم حاجة تغطوها زي ما انتوا شايفين كده، لان هي بتفرقع بجد. ربنا يحفظنا جميعا ويعتقنا من النار يا رب. هنا بقى دي اخدت مني لون شوية لان انا كنت بعمل كذا حاجة يعني فنسيتها، فانتوا خلي بالكم. هوريكم الطاسة بقى التانية ان انتوا تطلعوها ذهبي، مش اخده لون كده، تمام كده حبايبي. ديت بقى هسيبها بس تاخد لون شويه وهطلعها. وطبعا اول ما بطلعها في حله او طبق وبغطا واعصر عليها ليمون. اهم حاجه الليمون، كل مقلايه بطلعها بعصر عليها ليمون. زي ما قلت لكم السيبيا بتحب جدا الليمون، السمك عامه والبحريات عامه بيحب الليمون. كتروا ليمون وما تستخسروش فيه، هيديكوا طعم خرافه. زي ما انتوا شايفين كان هنا بابا ربنا يديه الصحه والعافيه كان بيساعدني وبيقلبها. فهنا بقى ايه زي ما انتوا شايفين ده اللون بقى الحلو اللي هو الذهبي الرايق ده. كان هنا بقى بيوسع لي عشان احط ايه معاها يعني، تمام كده حبايبي. قولوا لي بقى رايكم ايه في الكومنتات، وقولوا لي بتحبوها ولا لا. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا حطوا لي اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه اللي بشكركم عليها. واخبار رمضان معاكم ايه واخبار الصيام ايه؟ متهيألي الصيام حلو السنه دي الحمد لله. ربنا تقبل منكم ومنا صالح الاعمال يا رب. في الشتاء رمضان بيبقى حلو، ما بتحسوش بالعطش، ما حتى لو انتوا اشتغلتوا الموضوع بيبقى اهدى شويه، لان في الشتاء بيبقى الجو حلو يعني، فاهميني؟ فربنا يتقبل منا يا رب ويخلي لكم كل الناس اللي بتحبهم في حياتكم، اللهم امين. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ده اللون بقى ايه الذهبي الخطير اللي احنا عايزينه. زي ما انتم شايفين ايوه بقى. الف هنا على كل اللي اكل منها، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا ويديكم الصحه والعافيه وتعملوا كل حاجه حلوه لاولادكم. هستنى رايكم في فيديو ايه النهارده. بصوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا. فطبعا بطلع اللي بيخلص واللي بيخلص بحط غيره وهكذا يعني. فايه هي بتبقى سبحان الله الوقت بيبقى ضيق قوي قبل الفطار، بنبقى مستعجلين عايزين نخلص بسرعة. فربنا يعيننا جميعا يا رب ويديكوا الصحة والعافية. هنا بقى كان بابا ما شاء الله ربنا يديه الصحة ويخليه لينا هو وماما ويشفع عنهم يا رب ويشفع عن كل مريض. كان بيساعدني بصراحة، كل ما بطلع هو يحط هو يقلب كده يعني. المساعدة حلوة برضو، ايدي على ايد تساعد وطبعا هم الخير والبركة، احنا عايشين بدعائهم، ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة والعافية يا رب. وعملت معاكم قبل كده الكاليماري برضو الجندفلي او احنا بنقول عليه البكلاويز، فقولوا لي انتوا بتحبوه ولا لا. برضو هستنى رايكم في الكومنتات. وده كان فطارنا النهارده. قولوا لي بقى فطرتوا ايه النهارده عشان كده نستفاد من بعض وهي افكار بنقولها لبعض وبنساعد بعض برضو، لان احنا بنحتار كل يوم هناكل ايه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.